السلام عليكم المشاهدين ديالنا العزاز، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحه والعافيه. تحيه لكم كبيره وتحيه لكل المشاهدين في مكانه داخل الوطن وخارج الوطن. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير المشاهدين ديالنا العزاز. العزاز ديالنا والحباب ديالنا كما كتشوفوا معايا من خلال المينياتور عقيقة الطفل ياسر ولد يسرى ستيل وابن زهير. العقيقة ديالو ما شاء الله اللي الأب ديالو برهن على الأبوة ديالو وبرهن على الفرح ديالو بقدوم الطفل ديالو ياسر، اللي الله يجعله ان شاء الله من الذريه الصالحه وطفل اللي يكون بر بالاب دياله وبالام دياله، والله ينبسه ان شاء الله نباتا حسنا بحول الله. صراحه الاخ زهير برهن على الرجولة دياله وبرهن على الأبوة دياله وبرهن على الفرح دياله بقدوم الابن دياله ياسر. وصراحة ما خسرش مع يسرى مع الطليقة دياله وخلاها يعني تسمي الاسم اللي بغات هي ياسر. ان شاء الله يعني هاد الطفل سبحان الله القدوم دياله قدم فرح، وكيبان لي من خلال القدوم الطفل الابوين دياله يبانوا فرحانين وسبحان الله يبانوا حتى مرززنين في الخرجات ديالهم ملي كيهضروا على بعضياتهم. شابو الاخ زهير بهاد العقيقه اللي دارها، صراحه عقيقه. وتفرجت الفيديو ديال العقيقه نتاع زهير، صراحه عقيقه بمعنى الكلمه. البساطه بدون بروتوكولات بدون تخربيقات اللي راهم كيديروهم اليوم دوك المؤثرين. عقيقة بسيطة، عقيقة شعبية، عقيقة فيها التراث ديالنا ما شاء الله. صراحة الفطور نتاع العقيقة، الذبيحة، داكشي صراحة طلع غزال السي زهير. شكرا ليك، وبين عائلة يعني بسيطة وبين عائلة نتاع الكبرانية وبين عائلة نتاع الكرم. شكرا لهذه المبادرة اللي درت. صراحة مبادرة هي واجب عليك، هي راه واجب عليك، يعني ماشي بحال شي اب اللي كيطلق الام وكيطلق معها حتى الوليدات. كاين اللي كتدي الابن ديالها في كرشها وتولدو في ضربها وما يعقلش عليها الطليق ديالها وش لا ما يسقال في هذا الموضوع. ولكن الاخ زهير انت برهنت ان على الفرح ديالك بالابن ديالك ياسر. الله يحفظه لك والله يخليه لك والله يجمع شملكم. هذا الشيء حنا نقولوا الله يجمع شملكم بيسرى. صراحه هي عاشت واحد المرحله صعيبه، يعني الشتات الاسري، وكنشوف فيها يعني ما بغياش هي داك الشيء تعيشه مع الطفل ديالها. ان شاء الله الله يجمعكم في الخير. وزهير صراحة يعني برهن على الحب دياله. صراحة انا يعني حتى خلال هذه العقيقة زهير برهن على الحب ديالو. كنظن يعني لمسنا فيه شوية الحب جهة يسرى. الله يزما قدوم هاد الطفل ياسر، الله يجعله كيف كنقولوا فال خير عليكم، ويدخلوا ان شاء الله بجمع الشمل والهدنه والهدوء ما بيناتكم. الا كنتو كتبغيو بعضياتكم، يعني بصالح العباره، الا كنتو كتبغيو بعضياتكم وكاين ما يتجمع وما يتشمل هاد اللم العائلي ولا اللم الشمل، رجعوا لبعضياتكم ما فيها باس مع وليدكم، وشويه منك شويه منها، وهكا تستمر الحياه. ولكن زهير صراحه الفيديو اللي حطو
فرحنا بزاف وفرحنا بهاد العقيقة وفرحنا بهاد الفرح اللي داره زهير، يعني فرحان بولده، فرحان بالابن دياله. ما قدته فرحة، الفرحة في عينيه، فرحة في الجو اللي خلقوه في الدار ديالهم. الله يكثر متالك، والله يجعلكم ان شاء الله كلها ايامكم افراح. هادشي اللي نقولوا مع الابن ديالكم. وما كرهناش هاد الجو المتعكر ما بين يسرى والام ديالها ونتايا. هاد الجو يعني يتغير ما احسن، يتغير ما احسن، باش هكا الناس ما تبقاش تخدم بيكم، باش هكا الناس ما تبقاش تتاجر بيكم. راه يعني هاد الشيء اللي راه كاين في اليوتيوب راه يدنى له الجبين قدام شي بلدان. يعني كنشوفوا الام مع الابنه ديالها يعني يخرجوا ديك الخراجات، راه يعني ما يشرفش البلد ديالنا. وكذلك ما يشرفش يعني المراه مع الزوج ديالها تخرج تهضر فيه، هو يخرج يهضر فيها. يعني هذا الشيء راه ما كيشرفش للبلاد ديالنا. ونتمنى ان شاء الله بحول الله هذا الشيء يديروا له واحد الحد، يعني يديروا له واحد الحد. يعني صافي اليوتيوب المغربي سبحان الله واخا تنقى شويه ولكن باقي واخا تنقى شويه صراحه باقي، يعني باقي. هاد الخرجات ما بغيناهمش للابنه ولا الام ولا الزوجه ولا الزوج، ما بغيناش هاد الخرجات باش الصوره نتاع بلادنا تبقى زوينه، باش تبقى الاسره المغربيه اللي عندها واحد المكانه صراحه في البلدان. وكيضربوا لها الامثله. يعني بلادنا والاسره المغربيه راهم كيضربوا لها امثله، والمراه المغربيه كيتمناوها يعني اجناس كيتزوجوا بها. ولكن يعني هاد الخرجات اللي كيديروهم بعض الاسر في اليوتيوب يعني صراحه ما كيشرفش. خلاصة القول الخوت، الله يجمع شمل أي طفل مفارق مع والديه، الله يجمع شمل الوالدين ديالو. هادشي اللي نقولوا. الله يحفظ الابن ياسر الوالدين دياله، والله يجعل قدومه خير عليهم بحول الله. ونتمنوا المزيد من العطاء، ونتمنوا ان شاء الله لزهير التوفيق والتيسير. صراحة فرحنا معاه بهذا الشيء اللي داره، وان شاء الله ما يكون القادم افضل بحول الله. وشكرا لكم على المتابعة ديالكم. مع السلامة.